كم حد فينا بيسأل نفسه أنا مين؟ أو يمكن السؤال هو أنا مش مين؟ طب هو أنا لمّا باقعد لوحدي أنا عارف أنا مين؟ يمكن أنا باضطر ألعب أدوار معيّنة أو فاكر نَفْسي إنّي عارف نَفْسي من خلال آراء اللي حواليّا، يعني اللي حواليّا بيقولوا أنت إنسان ناجح، أنت إنسان مجتهد، أنتِ إنسانة تُرضي جميع الأطراف والآخرين، بس هل أنا فعلًا كده والّا أنا زي ما هُم شايفينّي؟ كام حد فينا لمّا بيقعد مع نَفْسه بيبقى قادر يفهم نَفْسه. لو أنت أو أنتِ عندكم السؤال ده داير كتير في دماغنا وبنسأل دايمًا أنا مين؟ كام مرّة حصلت مواقف واتصرّفنا فيها تصرُّف وابتدينا نقول هو أنا مين في التصرُّف ده؟ أو يمكن أنا ما كنتش مين في التصرُّف ده. طب هو كام مرّة أنا اضطريت آخُد موقِف أو أقول حاجة بس علشان أرضي الآخرين، علشان تفضل الصورة بتاعتي متشافة من الآخر بالطريقة اللي تدّيني إحساس بالأمان. كُلّنا بنبقى محتاجين الناس كُلّها ترضى عنا وتشوفنا بطريقة كويسة، ولهذا إحنا ممكن في ده ننسى إحنا مين truly from the inside. البودكاست ده بيجاوب على كده. أنا جيجي صالح mindset coach وleadership and well-being trainer. ده بالمصطلحات اللي بنقول من أنا، بس ماما وزوجة وعندي 3 أولاد باحبهم وباموت فيهم، وكانوا هُم رحلة التحوّل للبحث عن الذات. معايا 2 أصحابي روما وريري. هاي روما، تو ريهام هاي ريري. تو ريهام too ريهام much ريهام وريهام. ريهام وريهام. من أنتم؟ محتاجين نقول للناس إحنا مين مين ومن أنتم وليه بنعمل البودكاست السؤال ده الصعب. والهدف منه إيه وسبحان من جمعنا. طبعا هقول لو هقول من أنا والله هو سؤال عميق وكبير، بس لو كنت هجاوب على السؤال ده من 5 سنين كنت هقول طبعا إجابة مختلفة خالص عن الإجابة اللي هقولها دلوقتي. فهقول ال two version of them. لو سألتوني من 5 سنين انت مين، هقول definition mom wife daughter sister عندي ايه، بشتغل ايه، عايشة فين، ايه الستراجلز اللي في حياتي، بحب ايه، بكره ايه. بس لو السؤال ده بسأله دلوقتي حد بيسأله لي او انا بسأله لنفسي وبجاوب عليه، هقول actually I don't know, it's an ongoing journey. في كل حاجة بعملها، كل حاجة بختارها وكل ستيب باخده بسأل نفسي السؤال ده، هو ده أنا؟ هي دي أنا؟ هي دي ماشية مع البيج هول سيستم اللي بيحسسني ان انا مرتاحه I am myself، ولا دي حاجه فريم انا حاطاه لسه لنفسي بليف لسه مقتنعه بيه وبحاول fulfill picture معينه. فهو am I it's a big journey، مش بس مجرد سؤال. but I'm willing to go through this journey معاكم هنا في البودكاست ده. I'm very happy and very excited to start this. Maybe someone يسمع حاجة هتكليك يحس ان ايه ده it makes sense to me as well. maybe انا كمان بسأل نفسي السؤال ده. الفكرة ساعات بحس إنه it is a universal question. yes. يعني العالم كله النهاردة energetically كمان shifting، لأنه الناس كلها بتسأل نفسها هو أنا مين انا فعلا، مين بعيد عن كل الليبلز دي. احنا حتى في الكوربريت انترفيوز لما بنيجي نعمل ريكروتمنتس بطلنا نسأل عرف نفسك، ولأن هم لما بيتسألوا عرف نفسك بيسألوا نفس الكلام، كلاشيه same خريج كلاشيه. كذا سنة كذا الكلام ده زي كله. السي في. اوكي هو سي في بتاعتك في الادوار كذا كذا حتى كذا. طب السي في انا في الحياة. طب انا دلوقتي هسأل ريهام اقول لها who are you؟ زي ما انتي قلتي انا بكتشف نفسي. انا في دماغي كده كلمة اللي هو I'm exploring myself، حتى exploring the people around me، exploring ولادي، exploring اهلي، exploring كل حاجة. وفي نفس الوقت I'm listening لنفسي من جوه my emotions. وهي دي من أنا، يعني بحس من أنا دي how you feel inside. it's more like spiritual أكتر من أن أنا عايزة أقول أنا إيه.
بس انا حاسه بايه وانا بعمل كذا، انا حاسه بايه. وفي نفس الوقت على فكره، عشان انا ما كنتش كده طول عمري، مش عارفه انا مين، طول عمري انا زي ما اتربيت، زي ما اهلي ربوني. امي فيها بارت منها جوايا، ابويا في بارت منه جوايا. كنتش بسأل نفسي السؤال ده. فستيل لحد دلوقتي ممكن اعمل حاجه وما بقاش واخده بالي ان انا مش بسأل انتي مرتاحه ولا لا. فدي رحلتي في من انا مبسوطه ان جايه البودكاست ده، بس مش عشان مبسوطه ان احنا we're sharing this together، عشان it's a learning experience ليا انا كمان. حاسه اني هكتشف نفسي اكتر، و throughout exploring نفسي هفيد الناس، لان هي حاجه ريل، حاجه حقيقيه. انا بكتشف نفسي، بشوف انا هقدر اعمل ايه، هحس بايه، وده اكيد هيوصل للناس في الجيرني بتاعتهم اللي كل حد هيمشي فيها في البيس بتاعه. ودي نقطة مهمة بقى كمان ان احنا نوصلها. في نقطتين في اللي انت قلتيه على فكرة، انه اكتشاف الذات والبحث عن الذات هي مش destination، هي مش محطة انا بمشي وهوصل لها. هو مهم ان احنا نبقى عارفين انها it's a journey through the lifetime. طول مدتنا على الارض هي رحلة، ملهاش وهو نهايه. ده هي، بس احنا اتلخبطنا وفهمنا ان احنا human doing، ان احنا لازم نعمل، مش human من being. beings. الحالة بتاعتنا، وان احنا عندنا spiritual journey في شكل والهيئة بتاعتنا دي Yes. كلها. الحاجة التانية اللي مهمة بقى اللي انا عايزاكم انتوا الاتنين تشرحوها، انه انتوا you missed حاجتين مهمين قوي. معلش وهمسك في دي انها من الليبلز، معلش، ان انتوا يوجا تيتشرز. وليه احنا شايفين، وده المختلف، ده اللي انا شايفاه ان هو مختلف عن الموجود كمان، انه رحلة البحث عن الذات ورحلة البحث عن الهوية بتاعتنا، لان احنا بنقول انه من عرف نفسه عرف ربه. ازاي نقدر ان احنا ما نشتغلش بده؟ انا as a mindset coach ما قدرتش اترجم حاجات كتير happening emotionally جوايا. أهمية إنه الناس تبتدي تربط ما بين العقل والجسد والروح. إحنا تريو، Yes. إحنا عبارة عن Unity. تريو Unity. هو ده unity. جيجي فده بالظبط. لازم برضو اللي ده أنا شايفاه مهم إنه الناس تبقى شايفة what's the benefit من إن هما to follow us في البودكاست ده، وإحنا بنقول من أنا. أنتوا هتعرفوا حاجات بجد من الأهمية as teachers ويوجا practitioners، ايه اللي المفروض ان هم يحطوا into as I'm consideration. always saying I'm always talking to my students about this، ان كل واحد فينا عنده approach بيرتاح معاه اكتر ان هو يخش فيه. someone be love the physical, the doing part and this kind of movement. Some people they love the spiritual connection، بيحسوا ان هي it's more grounding and more into themselves. Some people they want this ideas وcourses وحاجات ليها علاقة بالpsychology و how to change your mindset. بس at the end if you only stick to one thing and take it as the 90% of your whole work, you're gonna miss it. You're gonna keep digging ومش بتوصل لحاجة، مفيش مية في آخر الطريق، في آخر الحفر ده، لأن أنت واخد one role وماسك فيها قوي. And unfortunately the two important thing بيبقوا coming out of your discomfort zone. يعني دايما تبقى في الحتة اللي هي أنا ما بحبهاش، ما بش قادرة أزق نفسي أتحرك، مش قادرة أزق نفسي أقعد على أسمع كورس ولا أسمع، مش قادرة أطبق ده كبراكتس. ف it's always challenging. دايما الحتة اللي احنا بنبقى we missed it, it's always challenging. هي مش حاجة جايلي على طبق من فضة. فلو هقول للأودينس اللي بيسمعونا وهقول لنفسي on top ان it's like a triangle, you can't miss one angle of it. It's like كل واحدة فيهم بتكمل التانية and you need to be taking it easy on yourself. لأن when it comes with a discomfort thing, it's always like هخش هحاول هدوس. No, take it slowly on yourself. This is the major thing to do. شايفة ايه يا ريهام؟ أهمية بقى التريو ده. انا هقول مش اهميه، بس انا هقول ازاي ده اتطبق معايا. مش بس كلام يا جماعه اليوجا دي بتعمل كذا، والناس تيجي تقول لي انت بتقعدي تعملي، انت رايقه وانت ما بتتعصبيش، اكيد انت يوجا انستراكتور وانت تقعدي على بقى طول كده زن وايه ده انت بتتعصبي وايه ده مش عارفه ايه. يوجا بالنسبه لي انا ما كنتش عارفه انا مين،
واكتشفت ان انا I'm suppressing everything. ولما قعدت اعمل suppression لكل حاجه in my body ابتدى يحصل لي injuries وابتدى يجيلي physical امراض مناعيه. فمن هنا بقيت حاسه ان في حاجه، من هنا حصل لي turning point، بقيت حاسه في حاجه غلط، وانا ليه بيحصل لي كده، انا مش مبسوطه، انا ايه. ابتديت كده. وسبحان الله اليوجا دي كان دكتور هو اللي ريكومندد ان انا ابتدي اليوجا. طبعا مش هقول ان اليوجا يا جماعه هتروحوا على طول تبقوا كويسين في اللحظات. it's a long 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 I'm still in this journey. وعلى long فكرة journey. it's the philosophy of the yoga yes مش الحركات بتاعت اليوجا برضو، علشان الناس yes ما تبقاش the مخضوضة من philosophy انه behind من انه التلاتة هو مع احنا بعض زي ما لازم احنا بنقول yes body mind الفلسفي and soul. behind it yes مش حركات بس. ولو بس دايما الانسان عامه لما يجي يبص لحاجه بيبص لها يا جيجي فيزيكلي، حاجه انا شايفها هتتعمل. يعني انا لما ناس كانت بتقول لي على اليوجا دي هتغير فكرك دي مش فاهمه يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه. فلما ابتديتها فيزيكال على خفيف عشان انا عندي انجري، فانا ابتديت بالراحه and the consistency and the discipline of the practice من غير ما احس الساتل تشينج اللي حصل في تفكيري in my mind body and soul. حصل التغيير من غير ما احس، وابتديت ان انا ما خدتش بالي ان انا حاسه، وابتدى اللي حواليا اللي ياخدوا بالهم ان انا في حاجه بتتغير. فابتديت هنا اقف ايه اللي بيحصل. مع الوقت البراكتس خلاني احسن في الانجريز بتاعتي، وابتديت. وعلى فكره it's not an easy journey في اليوجا، لان السبريشن اللي جوه اللي ابتدى يطلع ده طلع بحاجات كتير انهياريه بقى. ما هي painful، ما هو healing is painful by the way يعني. بين عياط معرفة النفس، انهيار خلينا نقول معرفة النفس. يس الرحله نفسها النقله دي is not an easy journey. بس في اللحظه دي اكتشفت، عارفه حاجه يا روما بما انك بتساليني، اكتشفت ان ده كله كان جوايا، والستراجل تو بي ماي سيلف كان جوايا سنين ومش باخد اكشن، وابتدى يطلع. اليوجا كانت تول، كانت تول اليوجا قويه كانت بالنسبه تول لي. من التولز. احنا وعشان مش كده بنقول ان هي حاجة لازم it's a نو must، نو بس نو يا هو جماعة دي التول اللي اخترتها اللي مشيت معايا. زي ما قلنا كل حد مختلف. بس انا عايزه اقول هنا هو ليه احنا بنقول انه يعني الادج المختلف عندنا في حته اليوجا، لان اليوجا احنا بنتكلم على علاقتها بالمايند بالبادي اند ذا مايند yes اند ذا سول، مش ان هي لازم الناس علشان تعرف نفسها لازم تبراكتس يوجا. نو لا خالص، مش هو ده الغرض من الموضوع ده. بس بقول ان ده it's an added value ان هم ان actually ريهام بوث ريهامز عندهم yes بس actually يا واتقابلنا on the جيجي mat. احنا التلاتة على فكرة، يعني اتقابلنا انا on the قابلتك mat. on the mat وجيجي قابلتك. actually انا لو سألت السؤال ده لنفسي هو ايام ما كانش له اي علاقة خالص باليوجا على فكرة. يعني it just coming مع الواي. بفتكر نفسي وانا في فترة ما بعد ما خلفت بناتي وقعدت بقى سبت كل حاجة، سبت شغلي. انا كنت اصلا بانكر وكنت لازم اسيب الشغل لان خلاص يعني it's time ان انا المسافة بعيدة جدا، حملي كان متعب جدا، فكنت خلاص لازم I need to take a break من الشغل ولازم اقعد اخلي بالي من نفسي، لان كنت خلاص overwhelmed. فابتدت الجيرني of 10 years I'm holding on everything. I'm just taking care of my kids. بنتي الأولانية، بعدين I never ask myself who am I in this period خالص. وبعدين خلفت بنتي التانية، بعدين ابتدى بقى في anger بتاع يحصل angry. ومش هقول ان في حاجة big thing the struggle اللي عند الناس كلها، ولادنا متعبين، أشقية، الحياة، الضغوط، ماديات، يعني أيا كان، بس في الآخر we have I'm not happy. we مش have سعيد. all this struggle. بس في كده point خبطاني. فلما حصل لي خبطة وهنتكلم عليها بعدين، الخبطة دي ابتدت تفوقني، وابتدت الجيرني of maybe there's something more, maybe I'm not who I am, maybe أنا موجودة معاهم بجسمي، Who you think you are. لكن mindset I'm not aware, I'm not present of my choices. وروحانيا أنا disconnected. وحتة ان انا I'm Pilot. doing what I'm supposed to do. انا آه. مخلفة المانيول بيقول كده. يس لازم اربي أنا وابقى موجودة عشان واقعد في ولادي. البيت واسيب شغلي واقعد بالظبط. اخلص. وعلى فكرة مش معناها خالص ان لازم الزوجة او الام تشتغل. ممكن لو هي fulfilled لو هي by this مبسوطة كده يس fulfilled and alignment. happy وحاسة بالalignment في حياتها، مفيش sense of pain, sense of على anger, فكرة sense of الأمثلة دي موجودة. يعني أنا في صحابي قاعدين في البيت ومبسوطين. عادي.
بس تمام السؤال برضو هل انا مبسوطة حقيقي بجد ولا انا ولا بقنع نفسي؟ it's a big thing. ده جيجي لو حقيقي. سألتك بقى يا جيجي، ايه لو اللي سألتك خلاني الديفايننج مومنتس؟ انا الحقيقه حياتي كلها كان فيها يعني حاجات كتير قوي قوي قوي، بس وهنتكلم عن الكلام ده كله الستراجل. بس انا كان عندي تو تشالنجز الحقيقه، تشالنج في الريليشن شيبس وتشالنج في الصحه. لانه انا يعني في الكوربريت لايف بقالي اوفر 45 سنه. مفهوم الموظفه، المانجر، الهارد وركر، الاتشيفر اللي عندها كل حاجه، مارد، ولادها، ما عنديش فاينانشال ايشوز، الكلام ده كله كان حاطط طال عليا. فحصلت لي مشكله صحيه، وكان عندي very challenging issue في الريليشن شيب مع بنتي، وهنتكلم وانا عليها. كمان وانا كمان وده بنتي الكبيرة. ف... فكانت هي المفتاح. ويمكن التشالنج اللي حصل، يمكن ما مشكلتي الصحية في اللي حصل ما كانش هو الغطا بتاع البريستو اللي طلع الكلام ده كله، بس غطا البريستو اللي طلع بالبخار الجامد كان التنشن اللي كان بيني وبين بنتي الكبيرة. فكان بالنسبة لي ازاي انا حد ناجح قوي كده وانا فاشله انه علاقتي ببنتي يبقى فيها الهارموني والمثاليه اللي انا عاملاه. لو انا بقول انا ما يعني حد ناجح بره، ازاي انا مش ناجحه في علاقتي بيها؟ وهي ده الانفستمنت. ما هو في الاخر الانفستمنت بتاعي ايه؟ ولادي. مهما كان يا جماعة، مهما قلنا، في الآخر يبقى الأمومة دي صفة عظيمة ومتالي مش هنتخلى عنها. بس إذا أنا ناجحة بره ومش ناجحة معاها، فذات واز ريل تشالنج. هنتكلم بقى ليه ده كان ريل تشالنج، وإيه اللي خلى ده يخليني أفكر إن إحنا نعمل بودكاست، وإزاي ده ساعد إن إحنا نتغير، وإيه اللي لفت نظري في روما، وإيه اللي لفت نظري في ريهام، وليه احنا قررنا نعمل الموضوع ده بتاع البودكاست بتاع من انا، ونديك ديب انتو، ما نبقاش سطحيين قوي ضمن الحاجات اللي موجودة. فحسيب لكل حد فينا دلوقتي رسالة، حكاية، مقولة نقول بيها احنا اللي جاي، الحلقة اللي جاية هنبقى بنتكلم عن ايه وبنناقش ايه. ريهام. انا عايزه اقول الادفايس بتاعت اخر الحلقه. حد هيقعد مع نفسه، هل انتوا ريدي انكم تقعدوا مع نفسكم، تقفلي على نفسك الأوضة أو على نفسك وورقة وقلم، ونقول أنا فعلا عايزة أعرف مين أنا؟ عشان هو دي حاجة it's a decision، مش حاجة سهلة. فدي مهمة قوي، أخد القرار إن أعمل كده، بس كده. courage، يس. الشجاعة. جيجي what do you think؟ it requires شجاعة، و it requires يعني بني آدم لا يتغير. يعني ساينس النهارده بيقول بني آدم لا يتغير إلا ما بيمر ببين قوي جدا، يعني مراحل defining moments في الحياة، هزة كبيرة قوي بتخلي البني آدم يقف عند ايه اللي بيحصل، ايه اللي حواليا، هو انا مين، هو انا ما كنتش مين، ايه اللي كان في حياتي فيك، ايه اللي انا اتنازلت عن نفسي فيه ارضاء للاخرين، هو انا امتى ما كنتش انا. فدي وقفات. بس اللي بنقوله هنا ان مش لازم نوصل للمرحلة دي. اكتولي ده الهدف من البودكاست. هو مش لازم نوصل لمرحلة البين او ان حد يواجه حاجة زي اللي احنا مرينا بيها في التشالنجز بتاعتنا او غيرنا مر بيها. احنا اللي بنحاول نعمله ان احنا تو سيف، ندي، مش بندي طريق او واي، بس نقدر نقول بندي احرف من نور او لمض منوره على الجيرني دي، هي للتذكره وليس لفرض حاجه معينه. هنقول وجهة ان نظري. البودكاست ده مش جاي علشان نقعد هنسمع كلام لذيذ ونتفرج واحنا بنشرب كوباية القهوة وبنمشي. ويمكن ده اللي مختلف في البودكاست بتاعنا، ان احنا we'll give you a work. There is a practice you have to put your mind and your heart, your effort into it. فزي ريهام ما قالت هنجيب ورقة وقلم وهنكتب in a big letter who am I؟ أنا مين؟ Are you willing to go to this with courage زي ما جيجي قالت؟ Are you going to take the risk and to open this black box
حلقتنا الجاية هتبقى عن التيرنينج بوينت، الألم اللي خدناه على وشنا كلنا البالانس اللي ممكن ان شاء الشقلبة الله ما ياخدوهوش ان شاء الله، لا اكيد أو لازم، at least حتى لو أخدوه اتليست لما اخده تاني I am aware، عندي الماسلز اللي تديني القوة ان انا I can move forward, I can just step over it Yes. with ease, with kindness, and just move forward into the next level. هو life happens يا جماعة، بس Yes. برضو عشان نبقى كده فاهمين، كده عشان ما فيش الناس ما حاجة تفتكرش perfect. happens كده كده لا مفيش احنا حاجة طول ما perfect. احنا على الارض، طول ما احنا عندنا احنا امتحانات، قلنا من طول ما الأول احنا ان ماشيين، it's a long journey. بس The هي idea- الفكرة how to ان احنا نتعامل مع what life throws at our faces. هي the idea, maybe if I can say a last word in it, in life is just not happening to us, it's happening for us. And sometimes if you got this awareness and this courage to go through it, it will happen through you. You will be a pure channel through everything happening in your life. Thank you. Thank you, Gigi. Thank you, Rehem. Roma. Thank you, Gigi, Roma. Thank you. Ciao.